يعني بشكر مرة تانية فرقة أنغام الشباب على الأداء المتميز اللي بنسمعه. ويمكن هربط الأغنية اللي بيغنوها حالا بالموضوع اللي احنا هنقدمه، وهو خاص بالهوية الوطنية، الهوية المصرية، لأنه احنا يعني لينا صياغة كده خاصة بينا في كل ما حولنا من أشياء مختلفة وطقوس خاصة برمضان. وبالتالي مش قصة بس رمضان، هتلاقي انه حياتنا كلها فيها نوع من انواع التميز، مش عنصرية، ولكن لا، لانه احنا فعلا لينا صياغة خاصة بينا. الحقيقة عايزين نتكلم عن الهوية الوطنية، عن نشر الوعي الفني والثقافي وتأثيره علينا، على روحنا وعلى مجتمعنا وعلى شخصيتنا. يعني احنا كده متفردين. نجيب عثمان أيوب، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة حلوان، أهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. انت طيبه، كل عام وانتم بخير. يعني أنا عايزة أتكلم على فكرة الصياغة المصرية الخاصة بينا في جميع المناسبات، في جميع نقدر نقول مناحي حياتنا، تلاقينا لينا صبغة خاصة بينا. تمام. هو الثقافه المصريه او الشخصيه المصريه هي ثقافه نهر في الاساس. والمجتمع البشري من حيث التقييم او التقسيم الاجتماعي في علم العمران مثلا من ايام ابن خلدون كان في البداوه البدو والحضر. فمصر من بلاد المتحضره اللي هي استقرت على ضفاف النيل، وضفاف الأنهار كان مهد للحضارات القديمة من فجر التاريخ. فتلاقي المعابد والمسارح منذ الفراعنة، فاليونان البطالمة، فالرومان، فالحضارة المسيحية القبطية، فالحضارة الإسلامية. فلما جاء الإسلام إلى مصر صيغ صياغة خاصة. فتجدي مثلا شهر رمضان زي ما كنا بنسمع من دلوقتي تناولناه تناول ملهم شوية. ملهم بإيه؟ بحضارة الاستقرار، بحضارة السكينة والمكس في مكان واحد. يعني ما فيش ترحال ولا بحث وراء المطر ولا العشب. فكنا بنبني المسجد ونبنيه بالشكل اللي زي اللي حصل في المسجد الأموي والزيتونة في تونس، الأموي في الشام، زي اللي حصل في الهند، زي ما حصل في العراق، بغداد والبصرة. يعني التراث الإسلامي، يعني الإسلام ولد في منطقة الحجاز بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا وتقبل دعاء. فلما أهل الحجاز حملوا هذه الرسالة وذهبوا بها إلى بلاد الاستقرار وبلاد السمن والعسل كما يقولون، بدأ يصاغ الإسلام والقرآن والمناسك والشريعة، وبقت في رؤية مصرية تتسم بالوسط في تناول كده. وبالتالي الفنون بقى، الفنون والذوق الفني، في ذوق فني وفي ذوق عام. الذوق الفني ده اللي هو ايه؟ الايحاء من خلال تناول زي التذوق باللسان بالظبط، تذوق بالروح وبالوجدان وبالعقل، وتذوق الفكر بالفلسفه. تأثيره ايه بقى على الشباب؟ يعني احنا دلوقتي زي ما شفنا فرقة أنغام الشباب، ولسه هنشوفهم كمان، فريق مكون من مجموعة من الشباب المبدع. أكيد ممارسته للفن بيفرق في شخصيته. بالظبط. هو الذوق الفني، التذوق الفني بيأثر تأثيرا بالغا في الذوق العام. الذوق العام، ما هو الذوق الفني وما هو الذوق العام؟ خلينا في الذوق الفني، وهو تذوق الافكار، تذوق الروحانيات، تذوق الاعتقاد، تذوق الموسيقى، تذوق الجمال ايا كان شكل الجمال. طبعا الجمال له انماط مختلفه. هذا التذوق بيورث النفس إلهام معين وسكينة معينة، يعني مش رقة لازم معينة. مش لازم أمارس الفن ده، ولكن يكفي تذوقه. ما الفن عبارة عن ملقي اللي هو المبدع، ومتلقي، ومحتوى فني، ووسيلة الأداء. يعني أي فن له 4 عناصر: الفنان، والمتلقي اللي هو الجمهور، والمادة الفنية،
وقناه الاتصال اللي هي زي التلفزيون مثلا، اليوتيوب، اللوحه اللي بتتعلق على الحيط، الكمانجه اللي بيعزف بيها صوته وهو بيقرا القران، بيقرا ترتيل ولا تجويد بقراءه كذا. يعني هذا من الفن يقول ماذا لمن بأي وسيلة، وما هو التأثير؟ بالظبط، هو ده خمسة. دي يعني اذا هذا التاثير الخامس طبعا هو اللي بيبان. هذا التاثير بيكون الذوق الفني. هذا الذوق الفني بيخلي الانسان لطيف كده ومرهف الحس ومتامل، وفي عنده رويه، والرياكشن او ردود الفعل بتاعته بتبقى مبنيه من نفس مطمئنه وهادئه يعني مستلهمه. تمام. ده التذوق الفني. التذوق ده العام الذوق بقى. الفني. الذوق العام بقى هو عباره عن الذوق العام الانعكاس العملي في الحياه، سواء كان عباره عن العقائد والعبادات، الثقافه العامه، القوانين والتشريعات، النظم الاداريه، السواقين، التاكسات، نظام المرور والاشارات، النقل البري، النقل البحري، البناء، الهندسه، الطب، الفلسفه، كل الانظمه التعليميه والطبيه والاعلاميه، كله ده ذوق عام. الذوق العام ده من غير ذوق فني نتحول الى روبوتات وانسان آلي متكرر، وبالتالي ممكن تحصل اللي هو اللي حاصل في العالم دلوقتي، اللي عدم تمكن الذوق الفني او الذوق التأثير الروحاني. الفن قائم على الروح، على المشاعر، على الوجدان، على العاطفة، بيتخاطب عوالم أخرى في الإنسان، في مستوى آخر روحي في الإنسان، غير المستوى الفسيولوجي أو البيولوجي، غير المستوى الفلسفي والمنطقي والعملي والمهاري. كل دي خطوط ومسارات. الذوق الفني بيخاطب الجانب الروحي اللي هو يورث طمأنينة ورقة ولطف وجمال في تناول الحياة. طيب، ما هو جمال في تناول الحياة يخليني أقول الفن أو من الفن للحياة. رصد الواقع، ده نقدر نقول هو ده اللي بيقدمه الفن، ولا لا الفن بيقدم الجمال بصرف النظر عن شكل الواقع ايه؟ هو الفن أصبح مادة علمية لها فلسفة ولها علوم نقدية، وبقى في نقد فني تفكيكي للعمل الفني، واحنا بقينا عندنا نقاد فنيين. فأي عمل فني له وجهتين: الوجهة الاستاتيكية أو الجمالية اللي هو تفكيك الناحية النقد الجمالي للعمل الفني، اللي أنساق الجمال فيه، إذا كانت أنغام، إذا كانت ألوان، إذا كانت مجسدات زي النحت إذا كان تمثيل وأداء على المسرح أو على التلفزيون أو في السينما، إذا كان في كتابة الرواية أو كتابة السيناريو أو كتابة القصيدة أو القصة القصيرة أو القصوصة أو الرواية، المسلسل، الفيلم. كل دي أعمال ليها محورين للنقد، لنا رؤيتان. الرؤية الأولى رؤية جمالية، اللي هي الأنماط البسيطة اللي بيقولوا عليها، احنا بنقول عليها أنساق جمالية. تمام. ترصد يعني لو في الجانب الشعري مثلا والنقد والنقد الادبي والروايه والقصه، طبعا في عناصر سيادتك عارفاها، خدتوها في الجامعه او في ثانوي، في القصيده اللي هي البنيه والوزن والقافيه وما الى ذلك، في الروايه القصه والعقده والحل والاحداث والزمان والمكان والكلام اللي هو تفصيلي في مساله الجمال. اما في جانب مستوى موازي تاني اسمه النقد العلمي للعمل الفني أو الأدبي، وهو مناقشة السياقات التي أنتجت هذا الفن، ومدى تأثير هذه السياقات في الفنان، الشاعر أو الأديب أو الممثل أو الرسام أو العازف، ومدى تأثيره هو بتغذية راجعة على المجتمع. هو عمل ايه في المجتمع؟ هل ربى الذوق العام؟ هل خلى الناس تحترم التشريعات، تحترم العادات والتقاليد، تحترم التراث؟ هل خلى النفس البشرية في مجتمع زي المجتمع المصري متطلعة وعندها طموح وأمل ورؤية للواقع والمستقبل، وعنده حالة من التفاؤل في الكلام ده مهم جدا جدا على كافة المستويات في كل تخصص. يعمل ايه في المجتمع؟ يعني حضرتك قلت بما انه كلام مهم، بس لو اتطبق فعلا يعمل ايه في المجتمع؟ يخلينا عاملين ازاي، شكلنا ازاي، نعيش حياتنا ازاي؟
طبعا هو في 3 مدارس على مرور التاريخ من ايام اليونان. يعني ارسطو قال على الفن ده، عن الاداء الفني ده، قال عليه تطهير. كأن الانسان بيتطهر بهذه الموجات الروحانيه، وتطهيره ده بينعكس ايجابا على الارض، على الواقع. تمام. سيجموند فرويد ده محلل نفسي، يعني عالم نفس، قال ان الفن ده عباره عن تنفيذ للرغبات المكبوته والحاجات الفطريه اللي جوه الانسان، بتخليه يطلعها في صوره ما يقدرش يطلعها في الواقع. ربما انا اقول روايه او قصه او اقول قصيده شعر ما اقدرش ان اكتبها كمنشور نقدي سياسي او اجتماعي هيقلب عليا الدنيا، فاروح اعملها قصه فيطلع مسلسل. يعني مثلا فيلم ثرثرة فوق النهر، فوق النيل، فوق النيل رائعة نجيب محفوظ. نجيب محفوظ، أيوة. على فكرة لو قريت الرواية دي وهتستعيدي عصر جمال عبد الناصر من خلال عمل فني أظهر مضمر ثقافي، مشكلات الواقع طلعها بشكل جمالي. طيب. خلينا نربط بين ده. فسيجموند فرويد قال ان تنفيذ للرغبات المكبوته. وارسطو قال ان هو تطهير. قال ده تطهير. جان بول سارتر قال ده وجود موازي للوجود المادي الانسان بيهرب ليه، نظرة وجودية، بحيث يصلح الوجود المادي ده من خلال الحلم اللي بيتصنع بشكل موازي لكده. طيب يعني كل النظريات دي تؤدي الى حاجه، اجابه الى سؤال حضرتك. ايوه، لانه يعني انا عايزه افهم دلوقتي، واحنا بنشوف العديد والعديد من المسلسلات الرمضانيه، البعض بيشوف انه المسلسلات دي بعيده عن الواقع، بعيده عن واقعنا، التلاسن يعني فوق الوصف، انه شخصيات اصواتها حتى مش نشاز، مش ده الطبيعي. اكيد احنا 100 مليون في كده، بس هل ال 100 مليون كده؟ يعني هل ال 90 مليون؟ طب ال 80 مليون؟ يعني ففكرة انه انماط مش منتشرة، موجودة اكيد، هي موجودة، ولكن بس يصورها وكان المجتمع كله بقى يضرب حشيش. المجتمع كله فاسد، المجتمع كله بيتاجر في المخدرات، المجتمع كله كذا. او حتى على يعني ابسط حاجة، فكرة الالفاظ او طبقات الصوت، طريقة الكلام بشكل ممكن موجود، بس انا مش عايزاه يبقى موجود اصلا. هل الدراما لما تبقى موجودة بالشكل ده تخليني ابقى بالصورة الفجة دي، ولا تعلمني انه لا دي صورة فجة ما تبقيش زيها؟ هقول لسيادتك حاجة، هو الفنان او كاتب الرواية او الكاتب السيناريو او مخرج الفيلم، مخرج البرنامج اللي احنا قاعدين فيه، عنده يعني اتجاهين. الاتجاه الاول براجماتي، ان هو عايز يعمل مشاهدات، عايز يعمل اعلانات، عايز يبيع تذاكر زي زمان في السينما، في بيوزع تذاكر الفيلم ده عمل انتاج كذا او عمل مشاهدات كذا لو هو على اليوتيوب او كده، في محتويات اليوتيوب دلوقتي على السوشيال ميديا. هدف المبدع ايه؟ هل جلب مكاسب؟ في الحالة دي هيدور على حاجتين، هيدور على الإثارة من خلال حاجتين: العنف والجنس، والشيء اللي هو صارخ، حاجة فيها إثارة، يدور على الإثارة بحيث يعمل حاجة. وفي برامج أنا سامع السنة دي إن في رمضان هذا العام كم عمل فيهم الناس بتستناه، في حين يعني برامج النكت والمقالب والحاجات اللي خلاص بقت إسفاف والناس بقت تقلب. في برنامج صغير، محتوى صغير خالص لفنان مسامح حسين اسمه قطايف. ده فنان جميل، فنان قدم لنا اعمال جميله. هو جواه عنده رساله، جواه رقي الفن يستتبعه رقي هدفه. لو الهدف راقي والفن ده رساله عظيمه نبيله، رساله ساميه، لو طلع بالشكل ده هيخلد.
زي عطية، زي شكسبير، كتابات شكسبير، زي قصائد شوقي، قصائد اللي اتقالت من عصر الجاهلية، الإلياذة والأوديسة من عصر اليونان. يعني في أعمال يكتب لها الخلود وتؤثر على مستوى النهاردة. أنا دلوقتي قاعد مع حضرتك، يعني هي الفكرة في المحتوى لا، وكيف يقدم. دافعية تقديم المحتوى. المقدم عايز ايه؟ الشركة الانتاج عايزه ايه؟ الهدف، هل هدف كسب سريع والنجومية السريعة اللي بتسقط بسرعة، ولا هدف كده؟ انا فاكر بعض يعني وانا في اولى ثانوي كنت بشوف مسلسل اسمه الايام. هو بيتلبسني شخصية طه حسين دلوقتي. طه حسين مثلا، واسلاماه، انطوني كويني في الفيلم بتاع اللي هو عمر المختار، واحنا في ثانوي مشاهده. لان انا حاسس ان الممثل رغم انه ايطالي وبنقد سياسي لايطاليا كده، الا انه جسد لنا روح سيدي عمر في المختار. لان في حاله بمحيه تلبستنا من خلال الصدق. احنا بنسميه في النقد الصدق الفني. الصدق ايه؟ الفني. هذا الصدق هل في دماغ المخرج والمنتج والمعد والممثل، ولا في حاجة تاني؟ لو حاجة تاني هتطلع بومب فقاعة. طب هو ايه القضايا اللي مفروض انها يتم طرحها من خلال الاعمال الدرامية عشان المجتمع يتقدم لقدام؟ يعني ايه الموضوعات؟ هي الموضوعات اللي المفروض تبقى مطروحة. اصل التناول ده تناول الفنان وله حرية تقديم هذه الصورة، ولكن هي الفكرة في الموضوع، في المحتوى. تمام. المحتوى ده اللي المفروض يتقدم هو المحتوى السياسي، الرسالة السياسية، رسالة الأمن القومي، رسالة الانتماء للوطن، رسالة محبة مصر، رسالة كراهية المخدرات، رسالة الوئام الاجتماعي، رسالة نبذ الفرقة والتفرقة الطائفية، رسالة احترام العمل واحترام المواعيد. يعني في رسائل كتير تربوية موجودة. احنا في الجامعة وفي التربية وفي الإعلام، يعني هي رسائل تربوية لازم تقدم على مستوى الذوق العام، بتقدم في لغة تداولية مباشرة بوثيقة حزبية سياسية اللي هي بنتكلم فيها المنشور السياسي، زي ما بنقرا في الجرايد بتقولي سيادتك نشرة الأخبار كده. الفنان بقى لما يجي واخد الرسالة دي يحولها إلى لغة أخرى، لغة لولبية ولغة موحية وملهمة، وتاخد المتلقي تديله من قناة تانية بقى، من تيوب تاني، بيقولوا عليها بايباس، تيجي تدخل للقلب، ما خرج من القلب فإنه إيه؟ يصل إلى القلب. ولو ضربنا أمثلة للكلام ده، يعني المسلسل لن أعيش في جلباب أبي من التسعينات، بقى له 35 سنة، وإحنا في البيت أنا بشوفه بيجيبوه على طول. ليه؟ الفنان نور الشريف تقريبا، عبلة كامل ومحمد رياض، يعني دويتو قد ايه. كل انا حاسس بكل واحد ان هو مندمج في الموقف، في رسالته، في عايز يأدي ايه. في حاجات كتير على فكره قالها نور الشريف احنا بنقولها لعيالنا، بس 1 2 3 اعمل وما تعملش، صح وغلط، حرام وحلال، مكروه ومش عارف ايه، والكلام ده كله ده بيقع من الاذن. انما الفن بيقول لك ايه؟ يغرسه. أنا لما ألقن حاجة غير لما أغرس حاجة. فالفن رسالته هنا رسالة وجدانية، نفسية، جمالية، موحية، بتستلهم مصالح المجتمع، مخاطر المجتمع تحذر فيها، ومصالح المجتمع تحض عليها بطريقة جمالية. طيب يعني هرجع تاني لهويتنا المصرية ولشهر رمضان، لأنه احنا بنتميز بأشياء كده جميلة بنقول عليها هي دي الهوية المصرية، دي القوة الناعمة المصرية اللي من خلالها بنقول انه احنا شهر رمضان بيبقى، او مصر في شهر رمضان مختلفة، لها لون تاني، مختلفة عن الدول العربية، حاجة تانية. ايوه مختلفة عن الدول العربية والإسلامية. فخلينا نتكلم على النقطة دي وسر تميزنا، وازاي نعظم هذا التميز، ازاي نظهره، ازاي نستفيد منه، ازاي يعني نستفيد منه كمان. احنا
يعني اه ليها شكل. هذا الجمال اللي في تناول المصريين حضارة النيل لشهر رمضان بطقوسه بشعائره بأجواء الحلوة، أجواء الشيخ رفعت بتاع قبل المغرب دي، أجواء تواشيح الفجر، أجواء السحور والمسحرات، الحلويات والكنافة والقطايف والزيارات وصلة الأرحام، كل دي على فكرة مستلهمات من الحضارة المستقرة القائمة. كيف نوظفها تبقى في صالح رسالة الصوم نفسها اللي هي التقوى، مش كده؟ وان هو التقوى دي كمان مش مجرد شوية مناسك بنعملها، لا ده ازاي يصدقه العمل، ازاي في رمضان اتعود الصبر، اتعود الحنو على الفقير، اتعود الاتصال، كله ده الفن لو ركز في الحكاية دي هيبقى في كلام تاني خالص هنحس بيه باقي السنة. انما الفن لما يتحول رمضان الى التجاره، وبعدين على فكره مش رمضان بس، انا عايز مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مهبط مكان ميلاد النبي لا يحتفل به كما يحتفل به المصريون، اليس كذلك؟ القران الكريم نزل في الحجاز ويقرؤه المصريون ويسمعه العالم الاسلامي كله، من الشيخ رفعت والشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي وعلماء القراءات وعلماء علوم القرآن الكريم في مصر. طب ما ده تناول حضاري، تناول الحضارة المستقرة. يعني دايما بقول ان احنا نمرة واحد وقاعدين في الصف الاول طول الوقت، احنا في الصف الاول ومن سنوات طويلة يعني. ده كلام جميل، ولكن يلاحظ حتى نكون صرحاء في نقد الذات والتطهر زي ما بيقول ارسطو، يلاحظ في الفترة الأخيرة أن الجانب براجماتي، لأن هو ماركس اعتبر الفن أن هو عبارة عن أداء، يعني حالة مترتبة على البنية التحتية اللي هي البنية الإنتاجية، المصانع والمزارع وكذا بيتأثر بها الفن. البراجماتيين قالوا أن الفن بنعمله عشان يأثر ويعمل إنتاج. الرؤية النقدية الحديثة بقى بتقول ان الفن ده تذوق فني بيأثر في الذوق العام، وفي بنية جدلية متناولة بين الطرفين، سواء البنية التحتية او البنية الفوقية بقى كما وضحنا في بداية الحلقة. السيد الرئيس بالأمس تحدث عن الدراما، وفكرة انه الدراما لازم نهتم بيها وبالموضوعات والمحتوى، فيا ريت حضرتك تكلمنا على النقطة دي، وازاي ممكن نوصل لمحتوى فعلا هادف وفي نفس الوقت يبقى فيه فن جميل. بالظبط، هو النهارده العالم كله متجه الى ما يسمى ب يعني بنية البشر العقلية والروحية. لأنه النهارده حتى كنا بنسمع من 50 سنة يقولوا الغزو الفكري، وبعد كده بقى الغزو الثقافي، النهارده الغزو الفني. الفنون هي اللي بتصنع الثقافات، وهي التي تعكس وجود الإنسان الفاعل على الأرض. فالإنسان الراقي اللي تعود الرقي، تعود الحوار، تعود القدرة على تشخيص الواقع وفهم الوجود اللي حواليه وكيف يتعامل مع كافة عناصر هذا الوجود، ده بنيته النهاردة بتكلف مليارات. السينما العالمية طبعا والمسرح العالمي والمدارس الفنية والنقدية والجامعات العالمية منتبهة لهذا الموضوع، ولذا زي ما تفضلتي القيادات السياسية النهاردة ده كلام لا خلاف، لا يقل أهمية من الذكاء الاصطناعي ولا من تكنولوجيا الاتصال ولا من الأقمار الصناعية، بل بالعكس الحاجات دي بتوظف لخدمة الفنون والأداب التي تشكل الإنسان المعاصر. على ذكر الفنون، يعني هنشوف حالا أنغام الشباب وهم هيسمعونا إيه، بس طبعا بنشكر أستاذ دكتور نجيب عثمان أيوب، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة حلوان. شكرا لحضرتك. لسه معاكم ومعاكم كمان سمر طه، حالا هتقدم لنا فرقة أنغام الشباب نقدر نقول معزوفات أو أغنيات تانية جديدة. يعني بشكرك والله يا سمر، يعني بتقدم لنا فقرة في غاية الجمال.